هنا التاريخ. بالنسبة للسودان يا ناس، ده من فترة قريبة كان الملك فاروق حكم مصر والسودان، ولما بنقول مصر والسودان يعني حتى في النطق مصر الأول، عشان ربنا خلقنا كده دايما في الأوائل. وعلى أيام تحتمس الثالث يعني كانت الحدود بتاعتنا ممتدة للشلال السادس، يعني كان جنوب مصر هي السودان، لما تقول جنوب مصر تبقى السودان على طول. طيب حاليا طالعين السودانيين يقول لك اثيوبيا اخت بلادي، اثيوبيا اخت بلادي، اثيوبيا مش عارف. قفلت الباب في وشك، ما حد مستقبلك غير نحن، وفتحين لك الابواب ومرحبين بيك. شوف يا راجل وانظر، ده انت داخل بدون تاشيره، جوازات خلصانه ومدخلينكم. وبعدين قبلك العرب، اسال العرب، اسال اشقائنا في العرب، اسال الجاليه العراقيه، الجاليه السوريه، اسال الجاليه اليمنيه، الليبيه، حقول لك الدوله الوحيده اللي استريحنا فيها وما شفناش يعني بلا عنصريه، عندناش عنصريه خالص احنا، ولا نعرف العنصريه اصلا. الشعب المصري ما يعرفش العنصريه اصلا، مرحبين بيهم وحنرحب بيك برضو انت واللي زيك. لا حنرحب بيك لان احنا كبار، كبار، ربنا خلقنا كده من يومنا، ربنا خلقنا كبار. وعلى فكره الكبير ما يقل ابدا مهما جرى عليه الزمن، يفضل كبير. واستقيموا يرحمكم الله.